سهر، وجع، أنين. إلى متى هذه الحالة؟ أضيعنا أوقاتنا على هذه الأشياء التافهة، نضيع عمرنا ذنوبا، معاصي. أيامنا مرت على عناء، هل نغير حياتنا؟ نمر على الأيام، يمر معنا الليل، نسهر حتى الفجر، يأتينا الفجر، سمعنا الأذان، قمنا إلى الرغدة، قام الناس ليرقدون وبعضهم يقومون إلى الصلاة. إلى متى ونحن سنظل عليه؟ ظلما، حراما، منكرا، عشنا ذنوبا، معاصي في الأسواق، في الشوارع، إلى متى هذه الذنوب؟ إلى متى؟ إلى متى؟ ولمتى سنغير حياتنا؟ حياتنا لن تظل هكذا، لن تظل هي. أتينا في كل وقت ونحن ماسكين على الجوالات، الإنترنت، الفيسبوك، التيك توك، الانستغرام، الكتورو، يعني ما خلينا شيء. أستغفر الله العظيم ونتوب إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. عدت أيامنا على عنان وزهر وقهر، ماذا استفدنا منها؟ ماذا استفدنا منها؟ أقولوا لي ماذا استفدنا؟ والله استفدنا أنينا وضيقا ووجعا وحزنا. هيا بنا أيها الشباب، أيها الشباب، أيها البنات، أيها الرجال، أيها صانعون الحق، فعلينا أن نغير حياتنا. نريد أن نبني مستقبل، نبني حياة جديدة، ونسعد أنفسنا ونسعد أيامنا وجيلنا القادم. هل منكم يريد السعادة؟ هل منكم يريد الراحة؟ هل تريد تتنفس نفسا طبيعي وليس نفسا في ضيق؟ هذه حياة نكيرة، والله قد عشتها وجربتها، فهذه رسالتي، أتمنى أن تقبلوها لكل الشباب والشابات، رجال، بنات، عيال، أطفال، الأمهات، الآباء، فربوا عيالكم على العمل الصالح. والله العظيم، والله العظيم إني وجهت رسالتي لكل أب وأم ولكل الشباب والشابات، والذي جزاكم الله ألف خير من سمع كلمتي فيقول والله إني هو من أهل الحق، اللهم استجيب إلى دعائه واصلحه وارجعه إلى طريق الحق. ومن سمعني فليقول آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم إني عشت أياما كئيبة أنينة، عشت فيها الأنين والمر، فارجعني إلى طريقك، وأنت طريقك هو الطريق الصح والحق، وهي كلمتنا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم اغفر لنا وسامحنا، واذكرون الله وصلون على النبي.